حبيبي come to Tunisia. هل تتخيل أن تكتشف في زاوية من شمال إفريقيا بلداً صغيراً لكنه يحمل جمال قارة بأكملها؟ بلد يخبئ في زواياه زرقة البحر وخضرة الجبال وجمال الصحراء. أهلاً بك في تونس، حيث تبدأ الحكاية. بلد تتعانق فيه الجبال مع البحر، وتروي الرمال حكايات قرون مضت. من بنزرت حيث الغابات تتسلل حتى الشاطئ، والجبال تطل على مياه صافية لا نهاية لها. مكان يبدو كأنه مشهد من حلم، لكنه حقيقي. نتجه شرقاً نحو قليبيا، شاطئها لوحة من زرقة وذهب، والرمال ناعمة كأنها من حرير. لكن سرها الأكبر يكمن في الأعماق. هناك يرقد بابور اللوح، حطام السفينة البريطانية بريتانيك، على مقربة من الساحل. مكان أسطوري يعرفه الغواصون ويرويه الصيادون كأنه أسطورة من البحر. ثم نصل إلى الهوارية، مدينة معلقة بين البحر والجبال، يكون فيها الغوص رحلة إلى كهوف صامتة وعوالم تحت الماء. وعبر طريق يطل على البحر نصل إلى سيدي بوسعيد. الأزرق والأبيض يلونان الحجارة والنوافذ، والمقاهي تطل على ميناء يسرق الأنفاس. رائحة القهوة ونغمات العود، والمشهد لا ينسى. في قرطاج هنا مشاهد من حضارات، من مسارح الرومانية ومعابد فينيقية، أثر على كل حجر وتاريخ في كل زاوية. وفي الحمامات الشاطئ يغني، مياهها الزرقاء ورمالها البيضاء تجعل منها وجهة العشاق والعائلات. جوهرة الساحل التي تجمع بين سحر البحر وعبق التاريخ، أسوارها القديمة وأزقتها الضيقة وأسواقها الملونة. المنستير مدينة القلاع والسكينة، قصر الرباط وقبة بوركيبة وشاطئ يحتضن الغروب. وإذا أردت لحظة صفاء فتوجه إلى المهدية، هدوء عجيب، بحر كأنه انعكاس للسماء، وأصوات الصيادين عند الفجر تروي قصة المدينة. نواصل رحلتنا إلى الجنوب، إلى جرجيس. شواطئها تمتد كالسحر، ورمالها دافئة في القلب قبل القدم. ثم إلى جربة، جزيرة الأحلام، حيث يتعانق النخيل مع السماء. وفي تطاوين هناك سحر آخر، من قصورها الصحراوية إلى شط الجريد الذي يعكس السماء على صفحة من ملح. لكن تونس ليست مجرد أماكن، هي رائحة الكسكس في الأحياء. ضحكة بائع البمبلوني، كأس شاي بالنعناع في ظهيرة صيف، لهجة دافئة تقول لك من أول وهلة عسلامة. هذه تونس ليست مجرد وجهة سياحية، بل حب يولد في القلب من الوهلة الأولى. ستراها بعينيك وتشعر بها في روحك. زرها مرة وستحملها في قلبك مدى الحياة. تابعونا لمزيد من المعلومات والحقائق. لا تنسى مشاركة المقطع مع أصدقائك.